هما مش فاهمين الفرق بين قائد الثورة وبين المترشح للرئاسة، لأن أنا من زمان وأنا منتظرة من حضرتك إعلان شيء زي ده عشان نكون إن شاء الله في صفوفك. على الصعيد الشخصي السيد بهجت صابر يملك من القدرات على قيادة ثورة، مش قاعد زي ما بيقولوا في أمريكا يلعب ويهزر ويكسب دولارات وإحنا هنا بيزقنا على الأذى. لأ، الراجل ده دفع الثمن، وبرغم كل ذلك عنده حنية وطيبة قلب. غلظته في لسانه ولكن ليست غلظته في قلبه. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلًا وسهلًا. أهلا بحضرتك يا فندم، شرف عظيم إن أنا أنضم في يوم من الأيام للايف حضرتك. الله يبارك لِك يا فندم. هل تبايعي بهجت صابر على الثورة إلى زوال الطواغيت؟ نعم ونعم ونعم. لماذا؟ وأعتقد إنه إحنا اللي طلبناها مش حضرتك اللي بتسعى إليها يعني، لأنه أنا من زمان وأنا منتظرة من حضرتك إعلان شيء زي ده عشان نكون إن شاء الله في صفوفك. وأنا مدركة الفرق اللي الناس كتير للأسف على لايف هنا مش مدركاه، أو اللجان، إنه متخيلين إن الناس كلها الخسيس اللي بيقول إحنا لا طمعا ولا طمعانين في حكم مصر ولا في نية ولا إرادة. هما مش فاهمين الفرق بين قائد الثورة وبين المترشح للرئاسة. فبنرجع للكلام عن الثورة. لماذا أبايع السيد بهجت صابر؟ لأنه بحسبة عقل ليس فيها أي شيء من الهوى ولا الميول لحكم نفس. على الصعيد الشخصي السيد بهجت صابر يملك من القدرات على قيادة ثورة بشكل، خلينا نقول عمر بن الخطابي، ياه! وليس حليم بحلم كثير من البشر اللي للأسف ما نجحش مع الإخوان، لأن هم حلمهم وسلميتهم الزايدة للأسف أضرتهم وأضرتنا. فأنا أناشد الروح العمرية اللي بتعتليك، قوي الشكيمة، حكيم، تملك من الغلظة وقت ما تحب على الظالمين، ولكن مش بتستأسد على فرقتك أو جنودك اللي هيكونوا إن شاء الله الجيش الصغنن ده اللي بأمر الله ب... خلينا نقول بصبغة حماسية، يعني آه، من شكل حماس وما إلى ذلك، لأن هي حماس هي جيش فلسطيني الوحيد وهو جيش حر كليا. فقد نكون في يوم من الأيام ربما نكون نحن حماس مصر، يشرفنا. ورجل يعلم الدين ومثقف واعي قارئ جيد للموقف، مخضرم، سنه مناسب جدا للفترة دي، اللي هو شاب صغير قوي برضو الحمية واخداه، ولا هو من العجز ما بلغ من العمر أرذله زي بايدن وخلافه. يعني حكم العجائز ضيعنا، ولكنه رجل في تمام النضج الرجولي والسياسي، مخضرم، شاف كتير، دفع الثمن، مش قاعد زي ما بيقولوا في أمريكا يلعب ويهزر ويكسب دولارات وإحنا هنا بيزقنا على الأذى. لأ، الراجل ده دفع الثمن. الراجل ده ممنوع يرجع بلده، أو بشكل أو بآخر هو مش حابب يرجعها في الوضع المزري ده، ولكن بشكل أو بآخر في تضحيات كبيرة قدمها حتى من دمه حرفيا، لأنه مرض من كتر قلبه ما هو على البلد، هو مرض. متخيلين واحد قايم نايم بالقضية، مهموم بالشأن ومعني بالشأن لدرجة إنه الوجع خلى الجسم يصرخ. فعلى الصعيد السياسي، على الصعيد الشخصي، على الصعيد الثوري، وبرغم كل ذلك عنده حنية وطيبة قلب. غلظته في لسانه ولكن ليست غلظته في قلبه. فده هيكون مستأسد على الأعداء، على الظلمة، ولكن قمة الطيبة والعطاء للتيم والجيش اللي هيبقى معاه. فأنا يعني